الحظ النحس ده يا جدعان، عد كده معايا: فرصه جراديشار، عرض تريزيجيه، عرضه اشرف داري، انفراد زيزو، وفرصه كمان في نهايه المباراه رأسيات تريزيجيه ومن رمضان اللي في ال6 يارده. تعادل الاهلي مع غزل المحله ما يشيلوش ابدا خوسيه بيرو. الاهلي كان سهل النهارده يكسب 4 ودي اقل حاجه. تخيل كده معايا النادي الاهلي مضيع 7 فرص، ما عرفش يسجل ولا هدف من الفرص دي. لو عايز تلوم خوسيه بيرو النهارده فهلومه في التغييرات، ان هو ما لعبش باتنين مهاجمين ونزل شريف جنب جراديشار وكثف في العرضيات من ناحيه اليمين ومن ناحيه الشمال عشان نخلص من التكتل الدفاعي ده. وكمان ما عرفش يستغل الركنيات اللي جت للنادي الاهلي. النادي الاهلي جاله 8 ركنيات، في فرق الركنيات بالنسبه لها ضربات جزاء. وكمان هلوم انه ما اكدش على اللعيبه في حته التسديدات من خارج المنطقه، حاولوا يظبطوا دقه التسديد عشان نحل التكتلات الدفاعيه. كلنا شفنا كوره اشرف داري اللي جت في العرض، انما خوسيه بيرو مش هينزل يتحايل على العارضه عشان كوره تدخل المرمى، ولا هينزل يسجل انفراد زيزو ولا فرصه جراديشار ولا حتى فرصه تريزيجيه اللي جت في العارضه. فلو حد شاف كميه الفرص دي كلها واحصائيات المباراه هيقول لك ازاي النادي الاهلي ما كسبش 4 اقل حاجه. بس للاسف النادي الاهلي خسر نقطتين من اغرب ما يكون. واحنا كنا بنلعب فين؟ في المحله. عايز تكسب وبتلعب قصاد مين؟ على عبد العال اللي بيلعب ب 12 لاعب، 11 لعيبه والقائم والعارضه. بس كده، يلا سلام.